بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ حلقتنا. اهدي كده بالله عليكي ومش عايزك تتعصبي خالص. شكل الأيام اللي احنا داخلين عليها مش حلوة خالص وهنشوف العجب فيها. هو أنا عملت حاجة؟ دي أمك اللي جاية من الصباحية عشان تنكد عليا. مالها متفق عليا ولا ايه؟ كده مش عايزاني اقعد في روقان ولا مستكترة عليا فرحتي؟ ما تتكلميش انت في حاجه خالص وادخلي كده الحمام، خدي الدش بتاعك وانا هحضر الفطار. امي عملت ايه بره؟ طبعا شهاب كانت طريقته حلوه جدا مع زوبه وخلاها تسكت وما تتكلمش في اي حاجه، وهي دخلت الحمام وهو خرج لامه في الصاله. ايه ده ياما؟ ايه اللي كسر الفازه دي؟ اكيد كنت عايزه تتفرجي عليها فوقعت منك غصب عنك. والله يا ابني ما كان قصدي، انا مش عارفه خبطت فيها ازاي. اصل الديكورات بتاعه البيت بتاعتك مخلياني الف حوالين نفسي وانا بتفرج، رحت هوب خبطت في الفازه، ما حصلش حاجه يعني. اصل هي غاليه قوي ياما، وغاليه كمان على زوبه، وكنا جايبينها بتمن غالي شويه، بس عادي فداكي، انا هجيب لها واحده غيرها. هقوم بقى احضر الفطار. يا اختي حلوه اسم الله عليك، ابني داخل يحضر الفطار ومراته قاعده وحاطه رجل على رجل. اسم الله عليك يا اخويا من العين، ده انا هرقيك عشان ما تتحسدش. في ايه ياما؟ عادي يعني، ما احنا بنتعاون مع بعض. وبعدين انت جيتي بدري قوي، فهي دخلت تاخد دش وانا قلت احضر الفطار، ما حصلش حاجه. زوبه خرجت من الحمام وقالت لا ليه طبعا حصل، ما هي امك مستكتره ان انت تكون كويس معايا ومستكتره عليا حاجتي وجايه تكسر لي الدنيا وكمان مش عاجبها وعايزه تتخانق معايا. مالك يا زوبه بتكلميني كده ليه؟ ولا صح نسيت؟ انت متعوده على الصوت العالي والطريقه اللي مش حلوه دي، بس انا يا حبيبتي مش متعوده على كده. وبعدين انا حماتك ولا انت مش واخده بالك؟ لا على فكره انا متعوده على كل حاجه حلوه، وبعدين انا برد على اللي ما بيعجبنيش بس، انما اللي بيعجبني بسكت وبحب اسمعه. في ايه يا جماعه؟ هو من اول يوم كده هيحصل مشاكل؟ اهدوا بقى، مش عايز خناق، لسه الايام طويله. وهما بيتكلموا الباب خبط. دي كانت ام زوبه. زوبه قالت ايه ده، ازيك ياما، عامله ايه؟ كويس ان انت جيتي عشان الموضوع ده كنت محتاجاكي تبقي معايا فيه. في ايه يا بنت مالك متعصبه ومتضايقه كده ليه؟ ها انت يا اختي كنت بايته معاهم امبارح ولا ايه؟ يخيبك يا ست ام زوبه، فيها ايه يا اختي؟ جايه بدري قلت اطل على ابني ومراته وقلت اطلع افطر معاهم. هو انت يا اختي متضايقه ان انا قاعده؟ لا مش متضايقه، وانت عارفه ان انا لو متضايقه هقول. هو انا بخاف؟ بس شكل بنتي هي اللي متضايقه. تعالي يا حبيبه امك احكي لي مالك. زوبه حكت كل حاجه اللي حصلت ما بينهم وعلى عينك يا تاجر قدامهم. وام زوبه قالت بصي يا حبيبتي انا هقولك على حاجه عشان تبقي عارفه حاجه من اولها كده، وابنك اكيد عارف. انا بنتي ما بتحبش تقل ادبها على حد، بس في نفس الوقت ما بتحبش اللي يكتم على نفسها ويضايقها، وانت طبعا فاهمه. واحنا يا حبيبتي داخلين عليكم وقايلين لكم ان انا هقعد معاهم هنا في البيت، صح ولا انا غلطانه؟ وبعدين انا هكتم على نفسها ليه؟ هي اللي متضايقه قوي ان انا كسرت الفازه وابني قال هيجيب غيرها، مش قصه بقى ولا موضوع. لا طبعا انا ما اتضايقتش عشان كده، وبعدين من طريقه شهاب معايا ما خلانيش ما زعلش، بس اللي زعلني اكتر ان انت اللي زعلانه عشان جوزي بيحبني وبيساعدني في تحضير الحاجه. ام زوبه قالت بصوت واطي لبنتها يا قادره بتخليه يحضر لك الفطار من اولها كده، معلماه الادب ومرياله العين الحمراء، شاطره يا بنت احسن من امك. زوبه قالت بصوت واطي لامها ايه رايك بقى في اللي انا بعمله ده؟ عشان من اولها كده يبقى ان اللي ذبح له القطه مش هو اللي ذبحها لي. وقالت بصوت مسموع خلاص بقى يا ام شهاب يا اختي، هم حرين مع بعض، هي تاكله ولا هو ياكلها؟ انت ايه اللي ضايقك؟ اهم حاجه تقعدي كده سلطان زمانك ويجيلك الفطار لحد عندك. والله غلبتني بكلامك ده يا ام زوبه، صح على رايك، وانا مالي، هم اللي هم عايزينه يعملوه. وريني بقى جايبه فطير العروسه ولا ايه؟ اوعي تكوني نسيتي. لا طبعا ازاي انسى فطير العروسه؟ ده انا جايبه لها احلى فطير واحلى كحك، ده انا جايبه لها الحاجات العلوي قوي، حاجات الا فرانكا محدش جابها هنا خالص. يا حبيبتي انت دايما كده مختلفه وبتجيبي اللي محدش بيجيبه. يلا يا زوبه حضري لنا كوبايتين شاي كده ليا انا وامك عشان ناكل الفطير بمزاج. ام زوبه اخدت قعدتها عند زوبه ونزلت، بس طبعا ام شهاب مرضتش تنزل وقعدت في البيت معاهم من اول يوم. اما ام زوبه راحت فرشه الخضار، كانت شايفه واحده عماله تزعق مع حبظلم لا الميزان ده مش حلال، انتوا شكلكم بتسرقوا في الميزان، انا هعمل لكم فضيحه هنا،
هي ناقصه شغل حراميه؟ في ايه يا ست انتي؟ وطي صوتك. ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ انت جايه ترمي بلا علينا ولا ايه؟ انت اصلا ما جيتيش اشتريتي من عندنا قبل كده. يلا امشي من هنا عشان ما سمعكيش كلام ما يعجبكيش. لا يا اخويا سمعني. وانا ارمي بلا ليه؟ عشان خاطر 5 كيلو بطاطس و5 كيلو بصل؟ بقول لكم ايه، انتوا شكلكم حراميه وانا هفضحكم عشان ما حدش يشتري منكم تاني. ام زوبه جت وقالت لا يا حبيبتي، علي صوتك اكتر من كده، في واحد في الشارع اللي هناك ده ما سمعكيش. بقول لك ايه، ده انت جيتي عند فرشه ام زوبه، واللي بعتك عشان ترخمي عليا ما فهمكيش ان انا عظمتي ناشفه. ايوه ياما، دي شكلها جايه ترمي بلا. انا اصلا ما بعتلهاش اي حاجه ولا شفتها اصلا قبل كده، ولا حتى جت اشترت مننا اي حاجه. الست خافت من صوت ام زوبه وقالت لا مش انا اللي جيت اشتريت منك، دي بنتي هي اللي قالت لي ان هي اشترت من هنا. وبعدين في ايه يا معلمه؟ ما توطي صوتك كده شويه وتاخدي نفسك. يا حبيبتي انا اللي جايه وبلاقياكي بتزعقي. ما دام انت مش متاكده بنتك جايبه منين ما تجيش تعملي لنا الحبتين دول عندنا. تمام تمام. يا ساتر يا رب، انت الواحد ما عرفش ياخد معاكي حق ولا باطل. مشيت الست وقفاها يقمر عيش. وبعد ما مشيت ام زوبه قالت حريم جايين يرموا بلا، لا وبيحسبوا ان احنا هنسكت لهم. بقول لك ايه يا واد يا حبظلم، لك كده شكلك سرحان بقالك كام يوم ومش في الفورمه خالص. اه والله ياما كنت عايزه اتكلم معاكي، انت بقى مش فاضيالي. كتر خيرك، يعني جواز الزوبه وفي نفس الوقت اللي ابويا عمله، بس اكيد ان شاء الله هقعد واتكلم معاكي. في حاجه مشقلبه كيانك يا واد خالص ومخلياك كده تتكلم وتبقى شاب عاقل وزي الفل. والله ما هسيبك الا لما اعرف فيك ايه. ان شاء الله ياما هقولك كل حاجه. انا هروح بكره لزوبه اختي ابارك لها على الجواز، واديها فلوس بقى ولا اجيب لها هديه؟ انت رايك ايه؟ يا اخويا اختك عندها كل حاجه وعريسها جايب لها احسن الحاجات. ريح دماغك واديها فلوس وهي تجيب اللي هي عايزاه وخلاص. وهما بيتكلموا جات لهم ست كبيره. السلام عليكم، ممكن حد لو سمحتم يقول لي فين ام زوبه عشان كنت محتاجاها ضروري. تعالي يا حاجه، انا ام زوبه، في حاجه ولا ايه؟ ده انا جايه لك يا بنتي من اخر الدنيا عشان عايزاكي في موضوع مهم، والناس قالوا لي عليكي هي دي اللي هتظبط لك كل حاجه. ام زوبه قالت لحبظلم هات كرسيين يا حبظلم عشان اقعد اتكلم مع الحاجه واشوف طلباتها ايه، وانا تحت امرك واللي انت عايزاه كله هعملهولك. بصي يا بنتي، انا مرات ابني سابت البيت بقالها شهر وواخده العيال ومش عايزه توريهم لنا، وكمان اللي زاد وغطى اخدت الدهب والفلوس وبتقول مالكمش عندي حاجه. يعني واخدهم كده عافيه واستقدار منها، ولا انت عملت فيها حاجه كبيره ممكن تكوني زعلتيها والزعل وصلها لكده؟ وانا يا حبيبتي برضو عايزه افهم، اللي قالك عليا برضو ان انا ما بحبش اجي على حد، ولا انت جايه وما تعرفيش عني حاجه؟ لا والله، دي مفتريه يا بنتي، وهي اللي اتبطرت على عيشتها في يوم وليله كده، اخدت العيال والفلوس والذهب وابني مديها الامان ومشيت فجاه. خلاص العنوان بتاعها وانا هعرف اجيبها لك، ولا هي هربت عشان ابقى عارفه بس؟ وبعدين انا هجيب لك منها كل اللي انت عايزاه، وكمان لو عايزه العيال اجيبهم لك. لا يا حبيبتي، هي ما هربتش، ده عينيها قادره وقاعده في بيت امها وبتقول اللي عندكم اعملوه وانتوا مش فارقين معايا واشربوا من البحر. لا يا حبيبتي، انا هعرف اجيب لك منها كل حاجه، بس في موضوع زي ده اقل من 5000 جنيه عشان الموضوع ده مش قليل، ده دهب وفلوس. ايه بقى، متفقين؟ بس يا رب تجيبيهم وانا والله هديكي اكتر من كده. دي واخده شقله كبيره قوي من ابني، ده طلع عينه بالفلوس دي، بس احنا برضو عايزين العيال منها. خلاص انتي بس اديني العنوان وانا بقولك اهو، انا واثقه من نفسي، ساعتين زمن وهيكون عندك العيال والفلوس والذهب كمان. الست الكبيره كتبت العنوان بتاع مرات ابنها وبقى اخدت منها العنوان علشان تروح تجيب لها كل حاجه. بعد الست الكبيره ما مشيت حبظلم قال خلاص بقى ياما، بطلي الشغلانه دي، ده انت بتتعبي قوي غير المشاكل والحوارات اللي انت بتقعي فيها. الحمد لله عملت فلوس كويسه، عايزه ايه تاني؟ في ايه يا واد؟ انت شايف منظر الست جايه عامله ازاي؟ دي يعني مقهوره على فلوس ابنها وعياله. انا مش صغيره وفاهمه ان هي مظلومه، وبعدين اجيب لها حاجتها وفي نفس الوقت استفاد. خلاص ياما، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس انا كده مش هروح عند زوبه غير لما انت تيجي، صح ولا انا غلطان؟ ليه يا حبيبي، هو انت مكتوب عليك تقف على الفرشه طول عمرك؟ اتصل بجاسر خليه يجيلك، وانت روح لاختك واعمل اللي انت عايزه. وبقول لك ايه،
ما تجيب لك كده كام طقم يا واد بدل اللي انت لابسه ده. لا انا حلو كده، انا يوم ما هطلع الفلوس اللي معايا هطلعها على جوازتي وابقى اجيب اللي انا عايزه، مش هضيعها على الهدوم والكلام الفارغ ده. ايه ده يا واد، هو انت عايز تتجوز؟ والله ده انا افرح لك وكمان اعمل لك احلى فرح. انت ما تعرفش انا بحبك قد ايه يا حبازلم. خلاص بقى، لما ترجعي من المشوار اللي انت رايحاه ده هبقى اقولك. وبعدين انت لسه هتجوزي جاسر الاول، خلينا كده واحد ورا التاني علشان خاطر يبقى واحده واحده عليكي. يا ابني والله ده انا نسيت موضوع جاسر ده، مع ان الناس اللي هو عايز يناسبهم دول ما بطيقهمش، بس اعمل ايه؟ اللي ابني عايزه لازم اعمله له. ام زوبة بدأت تتحرك وراحت على العنوان بتاع مرات ابن الست. اول لما دخلت: يا اهل الله، يا اللي هنا حد يرد عليا ولا البيت ده ما فيهوش حد؟ واحده خرجت وقالت: نعم يا حبيبتي، انت عايزه مين؟ شكلك غريب عننا ومحدش يعرفك. خير يا ماما؟ خير ان شاء الله. فين بقى اللي اسمها نرجس؟ كنت عايزه اتكلم معاها كده كلمتين. انا نرجس يا حبيبتي، عايزاني في ايه؟ انا اصلا ما اعرفكيش. راحت ام زوبة زقاها ودخلت. لا ما انت اكيد هتعرفيني، اللي هعمله فيكي اكيد هيعرفك انا مين. ما تلاقيش يا حبيبتي، خدي نصيبك صبر. ايه يا اختي الولية دي؟ انت جايه تخشي بيتنا كده من غير استئذان؟ في ايه؟ عايزه مني ايه؟ بقولك ايه، اقعدي كده واستهدي بالله عشان ما تسمعيش كلام انت مش حابه تسمعيه. في ايه يا وليه انت؟ شكلك كده مش مريحني. ولا بقولك ايه، انا مش عايزه وجع دماغ. يلا اطلعي من هنا، اوعي تفتكري ان انا لقمه طريه، انا ممكن اكل 10 زي. لا ده انت عايزه تبداي انت بالخناق بقى من بدري. خلاص يا حبيبتي، مادام طلبت معاكي خناق يلا اديها خناق. فين يا بت فلوس جوزك يا بت والدهب اللي انت سرقتيه؟ وبقولك عليه كمان عايزين العيال. نرجس ضحكت ضحكه قويه. ده انت غلبانه قوي، يعني انا هديلك كل اللي انا خدته بسهوله كده؟ هو ملوش عندي حاجه، يروح يشرب من البحر. على حاجه كمان، انت كمان خديه انجزيه كده ووصلوا لحد البحر واشربوا مع بعض سوا. ام زوبة بقى اللي ساعتها ضحكت. لا يا حبيبتي، ده انت ما تعرفينيش ولا سمعتي عني، وحياة اللي خلقك لاخد منك كل حاجة وهتشوفي دلوقتي. ام زوبة مسكت نرجس ونزلت فيها حتتك بتتك حتتك بتتك، ونرجس تصوت وام زوبة تقول: والله ما انا سايباكي غير لما اخد حق الواد الغلبان ده. ده انت شكلك قوية ومفترية. وبعد ما نرجس حست ان هي خلاص هتفطس في ايديها: خلاص خلاص يا ولية، اوعي من عليا يخرب بيتك، هتموتيني. قامت ام زوبة: ناس ما بتجيش غير بنال الحمرا، يلا يا بت قومي هات الفلوس والذهب وكمان العيال فوق منهم. عارفة ومتأكدة ان انت اصلا مش فارق معاك العيال، انت واخداهم بس علشان خاطر تلو دراع الولا. وفعلا نرجس قامت وجابت كل حاجة في هدوء، لانها حست ان هي مش هتقدر على ام زوبة، وكمان جابت لها العيال. نرجس قالت: خديهم يلا واطلعي بره من هنا انت يا ولية، انت يا اللي ما يقدرش عليكي غير ربنا. روح بقى عند حبازلم اللي كان بيكلم جازر وقال له: خليك بقى واقف على الفرشة بتاعت امك لحد لما هي تيجي، ما تقفلش يا جاسر غير لما امك تكون موجودة. ايوه علشان هي بتتضايق لما بتيجي ونكون لمينا الفرشة. طيب خلاص، مادام هي مش موجودة ومش فاضية هنقفلها بقى، وبكرة تبقى تفتحوا من بدري تعوضوا اليوم من اوله لاخره. في ايه يا عم جاسر، انت اول مرة تنزل على الفرشة هتعمل حوار؟ اعمل زي ما بقولك كده عشان انت عارف امك ما بتسكتش. خلاص يا عم هقف لكم عليها عشان ما تحسش بس ان انا مش عايزه اقف. ده انا كنت عايزه اروح للبت زوبة، بس خلاص هبقى اروح لها بكره بقى. خلاص ماشي مفيش مشكله، انا هروح شويه وارجع اقعد معاك على الفرشه علشان شكلك كده بتخاف. ماشي خفيف الدم، يلا روح شوف انت رايح فين. جاسر وقف على الفرشه وهند جت وقالت: ايه ده حبيب ماما واقف على فرشه الخضار؟ ما هو فعلا بقى ده يبقى اخرك يا جاسر. في ايه يا هند، انت بتكلميني كده ليه؟ ماله الحلو زعلان وشكله متضايق كمان؟ بصراحة متضايقة، تيجي تخطبني ولا جيت خطبتني ولا عملت حاجة، كأن الكلام اللي انت قلته مش موجود اصلا. مين اللي قالك كده؟ وانا اقدر استغنى عن الحلو؟ بس قلنا نخلص جواز الزوبة بس وبعدين بقى نبقى نجيب بيت جديد عشان حلوة لما تشرف فيه. بجد يا جاسر انت بتعمل كل ده علشاني؟ هي برضو ماما اللي عاملة كل ده، وانا برضو عايزة اعرف عشان ما اكونش عبيطة في الحكاية. هو انت هيفرق معاكي ايه؟
مش اهم حاجه يبالك شقتك؟ وبعدين يا ستي امي هي اللي جايبه البيت وكلنا هنقعد فيه مع بعض. يا نهار ابيض، ده انا كنت عامله حسابي هقعد في شقه بعيد عن امك. ليه كده يا جاسر؟ بتعمل فيا كده ليه؟ امك مش هتسيبني في حالي. انت ما تعرفيش امي خالص، دي كويسه جدا وطيبه، بس انت بس اسمعي كلامها هتلاقي حد حنين زيها. ماشي يا اخويا، اشوفك بقى هتيجي امتى؟ مش كل شويه تطلع لي بحاجه. تمام خلاص يا حبيبتي تمام. انت كنت نازله السوق بتجيبي حاجات ولا ايه؟ بصراحه كنت نازله اجيب بطاطس وقوطه وشويه خضار، ستي عايزاهم وطالعه على طول. طيب خدي بقى الحاجات دي، انا حاطط لك كل انواع الخضار، واستني هخلي الواد زقله يطلعك يوصلك لحد البيت. راجل من يومك يا جاسر، تسلم لي يا رب. خلاص خلي الواد زقله يجي ورايا. ونروح عند ام زوبه، وكانت بتتكلم مع الست وقالت اهي يا حاجه كل حاجتكم اهي، وكمان عيال ابنك فوق البيعه هديه. مفيش اسرع من كده ولا انا غلطانه؟ أوي والله ده انت مفيش منك، والله ده انت بمليون راجل. ربنا يحميكي. تعالى يا عامر شوف فلوسك اهي وحاجتك. تعالى يا اخويا حاجتك رجعت يا ولا، عشان تسمع كلامي لما اقولك. عامر خرج وقال ايه ده؟ جبت فلوسي والذهب وكمان عيالي؟ تسلمي لي يا ست ام زوبه، انا ما كنتش مصدق لما امي كانت بتقولي كده، بس خلاص شفت بعيني اهو. طيب الحمد لله ان انا عرفت افرحكم وجبت لكم حاجتكم. يلا ادوني بقى فلوس عشان امشي، الواحد اتاخر جامد النهارده. كنت بتقولي ان انت عايزه 5000 جنيه، انا هديكي بدل الخمسة 10، عشان انت ست فعلا بمليون راجل وصدقت في كلمتك، وفعلا كانوا ساعتين ولقيتك هنا. الله، ده انت ست كلك مفهوميه اهو. خلاص متشكرين، واحنا برضه في الخدمه لو عوزتوا اي حاجه سلام عليكم. وراحت ام زوبه على الفرشه بتاعت الخضار وقالت لجاسر والله يا اخويا تتحسد، واقف على الفرشه كده ومنورها. ده انت لما بتقف عليها بتطلع عيني، لما بترضى ان انت تكمل اليوم. اهو يا ست عشان خاطر عيونك واقفلك عليها، وكمان بعتلك الخضار والفلوس اهي. بالله يا اخويا انت واقف عشان خاطر عيون امك؟ والله ياما ما كان عايز يقف اصلا، وبيقول لي اقفلوها وافتحوا من بدري بكره. خلاص يا واد يا حبازله، انت عارف ان جاسر ملوش في مواضيع السوق والكلام ده، متعود على شغل المكاتب بس يا واد يا جاسر الخضار قليل يا واد والفلوس مش زيها. اوعى تكون بتسرقني يا واد، تبقى مش ابني ابدا اللي يعمل كده. ايوه طبعا ياما انت عارفاني، بس بصراحه هندو جت وقفت معايا شويه وكانت عايزه كده شويه خضار، وانا اديتهم لها، فطبعا ما خدتش منها فلوس. عارفه بقى يا ابنك راجل وكده يعني. ما احنا مخليين الفرشه بتاعتنا للهدايا يا اخويا. خطيبتك اصلا دي اللي ما بتنزلش من زور، امك هتعمل منك سندوتشات بسطرمه. خلاص يا واد نعدي المره دي، عشان شكله كده اتكسف وكان عايز يعمل جن قصاد المحروسه. ماشي ياما، بس بقولك ايه، مش هنروح نتقدم لها بقى؟ احنا بقالنا كتير راكنينها على الرف. خلاص يا اخويا مفيش مشكله، نروح نتقدم لها وبعد كده نبقى ننقل على البيت الجديد. ويا واد يا حبازلم كل واحد له شقته، والشقق ما شاء الله جميله. انت رحتي وريتيها لجاسر ياما وانا ما شفتش حاجه، على اساس يعني ان هو هيتجوز بس وانا مش هتجوز؟ يا عم احنا فيها اهو، البيت عندنا ونروح في اي وقت نتفرج عليه. وجه اليوم اللي جاسر راح يتقدم فيه الهند، وطبعا برع وزوبه وشهاب وكلهم كانوا مع ام زوبه. بقول لك ايه يا حاجه، احنا ان شاء الله جايين نتقدم لهند، وانت طبعا عارفه من قبل لما نيجي. طلباتك ايه بقى؟ والله ولا ليا اي طلبات يا ام زوبه، انا عارفه ان انت عمرك ما هتظلمي بنتي، صح ولا انا غلطانه؟ ايوه طبعا صح، انا معايا زيها يا حبيبتي. خلاص شوفوا اللي انتوا تقدروا عليه هاتوه، واحنا برضه هنكمل الباقي. طول عمرك يا اختي يا ام زوبه جدعه وبتقفي جنب كل واحد، بس انا عرفت من هند ان انت جايبه بيت وكلكم هتقعدوا فيه. يا حبيبتي، وكمان يشرح القلب تبقوا تيجوا تتفرجوا عليه. برعي قال هو انتوا جايبين بيت ومن ورايا؟ هو انتوا كده على طول مش شايفيني؟ طب عرفيني يا ست، ولا هتنقليني مع العفش؟ خلاص يا برعي مش وقته الكلام ده، احنا دلوقتي عند الناس، ولا لازم يعني ننشر الغسيل بتاعنا قدامهم؟ خلاص يا جماعه مش وقته دلوقتي، يلا عشان نقرا الفاتحه، وان شاء الله يا حاجه احنا مش عايزين نطول في الجواز. جاسر لما الموضوع قدامنا سايبه، ولما رجعوا البيت برعي قاعد اتخانق معاهم وقال هو انا اخر من يعلم بقى؟ مش قاعد لكم في البيت ده، انا رايح اقعد مع زوبه بنتي عشان مش عايزه اشوف وشكم. ولما راح عند زوبه كان جوزها متضايق انه جه، عشان طبعا امه قاعده معاهم. يا ترى بقى هتعمل ايه زوبه في الورطه دي؟ كل ده هنعرفه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد. والناس اللي بتشتكي ان ما بيوصلهاش اشعار، الغي الاشتراك وارجع اشترك من كلمه اشتراك الموجوده تحت الفيديو،
وتأكد من تفعيل كلمة الجرس دي على كلمة فوق، على أول اختيار فوق كلمة الكل، علشان يوصلك كل إشعار مننا. وحطوا لايك. بس كده. كده أنا غلطانة؟ لا والله مش غلطانة. أشوفكم في حلقة جديدة، وسلام عليكم.